السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم علي هادي علي. اليوم اشرح طريقة الدخول الى الماركت الامريكي. مثل ما نعرف انه موجود طرق كثيرة لدخول الماركت الامريكي، لكن اليوم راح اشرح طريقة تقدر انه تدخل الماركت الامريكي بدون استخدام اي برنامج، بدون ان تحول الجهاز الى وضع الطيران، بدون ان تستخدم بريد جيميل امريكي، بدون ان تمسح او تضيف اي ايميل. بعد ما تتصل تضغط على اعدادات، بعدين تختار واي فاي. هنا أنا راح اختار اسم الشبكة اللي متصل عليها اني، واضغط على تعديل الشبكة. بعدين اختار خيارات متقدمة، اختار اعدادات البروكسي، اختار يدويا. هنا أنا عندي اسم مضيف البروكسي. موجود اسفل وصف الفيديو عدة عناوين امريكية تقدر ان تستخدم اي عنوان. مثلا راح اختار العنوان التالي، بعدين اكتب البورت، انطي حفظ. بعد ما انتهيت من ضبط عنوان الاي بي الامريكي، بعدين افتح جوجل بلاي. مجرد انه امسح ذاكرة التخزين المؤقتة. مثل ما تلاحظون انه قدرت ادخل للجوجل بلاي الامريكي بدون استخدام اي برنامج، بدون ان احول الجهاز الى وضع الطيران، بدون استخدام بريد امريكي. نفس البريد اقدر انه ادخل من خلاله الى الجوجل بلاي الامريكي. ملاحظة بسيطة اريد اذكرها، انه كتابة العنوان الامريكي الاي بي ما تحتاج ان تكررها كل مرة، مجرد انه تكتبه مرة واحدة لكل شبكة واي فاي. مثلا انت عامل شبكة واي فاي بالبيت، بعد ما تكتب الاي بي راح تقدر انه تدخل الماركت الامريكي بكل عملية اتصال. الاي بي الامريكي تكتبه بحالة تغيير الشبكة، يعني اذا اتصلت مثلا على شبكة واي فاي ثانية لازم تكتب الاي بي. لهنا ينتهي هذا الفيديو، اتمنى ان يكون واضح للجميع. موجود رابط اسفل وصف الفيديو يحتوي على مجموعة من عناوين الاي بي الامريكية، تقدر ان تستخدم اي عنوان. السلام عليكم ورحمة الله.